الو. ما هو انا عمال بكلمه بالصبح، هو في ايه؟ انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ انت عمال بتقول لي انه في اجتماع مجلس الوزراء كذا مره، والاجتماع ده خلص خلاص ولا هيبات هناك؟ انا مش هتكلم غير مع معالي الوزير، وما تحولنيش على اي حد تاني. تمام؟ خليه يكلمني لو سمحت. شكرا. مين ده؟ وزير الاستثمار. وزير الاستثمار. طب وانت شايف ان هو يقدر يعمل ايه؟ هي القناه دي محل بيبيع ملابس ولا مشغل؟ دي ثقافه وفن وتاثير ولازم ينقذوها. ثقافه؟ طب ما تكلمي وزير الثقافه. كلمته وقال لي انه هيتصرف. ولو كلمتيه تاني مش هيرد عليكي. خلاص سيبنا اتصرف انا، او اعمل انت اي حاجه بدل ما تقعد تقطم فيا وخلاص. انا مش عايزك تزودي المشاكل يا سلمى. اطمن. اطمن ازاي وانت بتعملي عكس الصح؟ انت كنت تعبانه، يعني المفروض تستريحي. استريحي لك شويه وبعدين ابقي فكري هتعملي ايه. اسمعي الكلام. انت مش دايما بتقول لي ان انا لازم اتعامل مع المشاكل اول ما تظهر؟ ده صحيح، بس دي مشاكل ظهرت وريحتها فاحت وما بقاش ليها اي حل. وانا مش هستسلم. صدقيني يا سلمى، اي حركه بتعمليها بتزودك المشكله اكتر. وانت معذور، انت راجل بتفهم في السوق والبيع والشراء وبتتعامل مع اللي بيحصل بالكيلو، لكن هنا في اعتبارات تانية انت عمرك ما هتفهمها. معلش يا ست، انا فاهم على قدي، بس برضه حاولي تفهميني او هينوبك ثواب. انا سلمى النمر، ولو ما وقفوش جنبي انا هطربقها على دماغهم. وعلشان هم عارفين كده هيهاجموكي قبل ما تهاجميهم، ومش هيسيبوا لك اي فرصه تتكلمي في اي مكان. وانا مش هتحمل اخطاء غيري. انت بتتحملي نتيجه تسرعك وعدم سماعك للنصيحه يا سلمى. ما تفتيش واطلع منها. اطلع منها ازاي ده فيها 50 مليون جنيه؟ ايه؟ الفلوس اللي انت عمال بتذلني بيها انا هدفعها لك وعلى الجزم. بس انا مش هسمح لك تهينيني اكتر من كده. انت بس مش بتتعمدي تنكري وقوفي جنبك، انت بتدخلي نفسك حرب لا انا ولا انت قدها. بقول لك ايه، انا اخر حاجه ممكن اكون عايزاها دلوقتي واحد يكسر في مقاديفي ويوقف طريقي. وانا بكل الاحترام ليكي ولطريقك هنسحب من حياتك كلها بهدوء. انت بتهددني؟ لا مش بهددك ولا حاجه. ده قرار انا فكرت فيه ودرسته كويس وبقالي فتره. انا مش هقدر اكمل معاك يا سلمى. ده اول كلام اسمعه النهارده عاقل ومفيد، مش النهارده وبس، في حياتي كلها. وانا كمان متاكده وعارفه ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض. انت طالب؟ انا مسافر النهارده وهرجع اخر الاسبوع. يا ريت ارجع ما الاقيكيش في البيت. الو، انا سلمى النمر. ازيك يا محمود، عامل ايه؟ لا دي مشكله بسيطه واحنا بنحاول نطور القناه وهنحاول نحلها ونرجع نبث اول اسبوع اللي جاي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزه اقابل معالي الوزير. ايوه سيد رئيس الوزراء. مفهوم. طب هيفضى امتى؟ تمام. هو بس انا ما كنتش عايزه احس انك مش مركز معايا او مطنش، اصل اللي بينا اكبر بكتير من اللي انا بطلبه ولا ايه؟ طبعا مفهوم. شكرا.
تمام خلاص. مبروك، وده الشيك. الله يبارك فيك. 12 بس؟ معلش انا عارفه ان ده اقل بكتير قوي من مصاريفك الشهريه، بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيبارك لك فيهم. انت تعبانه فيهم يعني؟ دول من عرق جبينك. انا بتريق، انت اللي هتهزري. ارجوكي عايزين اليوم ده يعدي على خير. اوكي ده ورق مهم قوي يكون معاك. اوكي. معلش يا حبيبتي فهميني تاني عشان انا جديده في الحاجات دي ومش عايزه تحصل لي مشكله، حد ينصب عليا ولا فلوس تصدر مني لا قدر الله. لا ما تقلقيش، الموضوع بسيط قوي. طب ما ترسيني على الليل، انت مش بتشتغلي في اكبر بنك؟ طب هو المبلغ كله كام؟ حوالي 17 مليون. طب وهي دي مشكله؟ هاتي الباسبور بتاعك والورق وانا هبص عليهم ونحول المبلغ لدولارات ونحطهم في حساب واحد. طيب والليله دي كلها على بعض هتكلفني كام؟ يعني نسبه ما تعداش 5%. كتير. ثانيه واحده. انت ما قتلتوش، ما قدرتش اقتله يا سالي. طيب مش مشكله دلوقتي، روح وبعد كده نكمل كلامنا، تمام؟ يلا. انت بتعملي ايه؟ لا مفيش حاجه، ايه في ايه؟ انت مسافره؟ الله، ايه بقى اللي بيحصل ده؟ معلش يا استاذه مالك بعد اذنك سيبينا شويه. طبعا. بس من فضلك ما تبعديش، انا نص ساعه هكلمك او اقول لك ربع ساعه انت وتعالي على طول. حاضر اوكي. شكرا. نعم، عايز ايه؟ ايه السؤال ده؟ انت ما قدرتش تحميني وفضلت صاحبك عليا، والله اعلم جاي لي ليه دلوقتي، يمكن يكون وزك عليا. الكلام اللي انت بتقوليه ده بقول لك يا مدحت، اللف والدوران ما عادش يجي منه، واديك شايف الست جايه لي كمان ربع ساعه وانا بصراحه عايزه اخلص اللي ورايا. وايه اللي وراكي؟ انك تسافري من غير ما تقولي لي؟ انا اديتك بدل الفرصه 100 وفي كل مره كنت بتخيب ظني، خلاص بقى كفايه كده. انا؟ ده انا عمري ما عملت حاجه الا عشانك. ده انا كنت قاتل ادم عشانك. انت فاشل يا مدحت، واكبر غلط عملته ان انت سبت ادهم، لانك عمرك ما هتعرف تبقى حاجه ولا يبقى لك قيمه وانت لوحدك. ده رايي فيك، ممكن يكون غلط ممكن يكون صح، بس انت بقى ما ينفعش ترتبط بواحده رايها فيك كده، ده لو عندك كرامه يعني. كرامه؟ طيب انا اول لما عرفتكوا انت وادهم كان ادهم هو اللي عاجبني، وكنت بحاول الفت نظره وكنت مستنيه يجي يكلمني، لكن انت اللي طلعت لي في الشبكه. قلت اجاريك ورده بنصيبي، بس بعد كده عرفت ان النصيب ده عبط وكلام فارغ. انا ما اقدرش ارتبط بواحد لا ليه لا طعم ولا لون زيك. انا عملت كل حاجه عشانك وصدقتك، بس ادم هو اللي صح. صدق لما قال عليكي وسخه وكدابه. اي حاجه هتقولها هتكرهك فيا وتبعدك عني انا مش هختلف معاك فيها. ادهم صح. انا دلوقتي شفتك على حقيقتك. انت خليتيني بعت الدنيا كلها عشانك وضحكت عليا، وما بقاش عندي دنيا حتى ارجع لها.